انسي بقى القشطة والسمنة البلدي والزبدة، هنعمله بزيت وبأي نوع سمنة وأي نوع زيت، بس ما تكونش الزيت ريحته مش حلوة. الله، ايه ده اللي انت هتعمليه؟ بأي نوع سمنة وبأي نوع زيت. تعالوا هنعمل الفطير الجميل ده، هنعمله بأبسط حاجة عندك في البيت، فطير مشلتت محشي يا سيدي، وهنملى اللانش بوكس لاولادنا ويروحوا بالمدرسه يا سيدي على اجمل فطير محشي مورق. شايفين؟ وكمان عملت منه فطير بالسكر، يعني عملت حلو وحادق، وكمان حشيناه بخضار، حشيته بحبه جبن كده ميكس جبن. يا ما شاء الله، فطير محشي يا بنات. شايفين التوريقه؟ ايه الجمال ده كله يا ام منا. وكمان هعمل منه فطير ساده علشان ناكله بقى بعسل وجبنه ومش، يعني هنعمل منه 3 انواع، بالسكر وبالخضار، وهنعمل ساده. هنعمل كل الكميه الجميله دي، هتاكلوا وتاكلوا ولادك، وكمان هتهادي منه جيرانك. صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ويلا بينا ندخل على الفيديو. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. متابعين الغاليين بحبكم كتير كتير قوي في الله، يا اجمل متابعين، متابعين ومنا. والنهارده هنعمل الفطير المشلتت، هنعمله بحشوة جميلة. طبعا العجينة عجنتها كتير قوي معاكم، والعجينة بتتكون من كيلو دقيق، تمام، وهنجيب معلقتين من الزيت، معلقتين من السكر، معلقة صغيرة من الملح، تمام كده. هي دي كل مكونات العجينة بتاعتنا. وكيلو الدقيق يا بنات بياخد مية من 350 جرام ل 400، ممكن ل 450 جرام. وفي دقيق بياخد 500 جرام مية، تمام، على حسب نوع الدقيق. كل نوع دقيق بياخد مية مختلفة عن التاني. خلاص كده، على حسب جودة الدقيق اللي انت بتستخدميه. تفضلي تعجني في العجينة، تعجني فيها لغاية لما تنعم معاكي. بعد ما تعجني العجينة وتخلصي، هنيجي نقطعها. هتقطعيها كور بالشكل ده، بحجم الفطيرة اللي انت عايزاها، كبيرة صغيرة زي ما انت عايزة، دي حاجة ترجع لك انت، تمام كده. وعايزه اقول لك الفطير المشلتت بيحب عجن كتير، اسمعيش اي حد يقول لك ما تعجنيش كتير في الفطير، بيضحك عليكي. الفطير ينعجن كتير قوي، تفضلي تعجني فيه حوالي ربع ساعه، 15 دقيقه على ايدك كنت تعجني فيه. عايزه تاكلي فطير مورق وطعم وجميل، يبقى تعجني في العجينه كتير قوي، تعجني فيها حوالي ربع ساعه لغايه لما تنعم معاكي. اخدمي العجينه كويس قوي، وكلي بقى فطير مشلتت. مش شرط نوع السمنه، مش شرط نوع الزيت، بس اهم حاجه ما يكونش الزيت بتاعك كل ريحه، تمام. اهم حاجه زي ما قلنا تعجني العجينه كويس قوي. وبعد بقى ما هنقطعها كرات بالشكل ده، هنغطيها بكيس وهنسيبها ترتاح اهو زي ما انتم شايفين. انا هنا بقى هجيب صينيه تانية، لاني حسيت ان الكور بتاعه العجين هتمسك في بعض، فهجيب صينيه تانية واقسم الكرات بتاعه العجين دي، وهسيبها ترتاح براحتها. هسيبها من نص ساعه لساعه الا ربع، ان نوع الدقيق بتاعي جودته عاليه، فهريحه كويس قوي، تمام كده يا بنات. هنا بقى كان العجين ارتاح معايا، حضرت الحشوه. هنحشي بجبنه بيضه، تمام، على جبنه موزاريلا، تمام، فلفل رومي متقطع، طماطم متقطعه، اي حاجه عندك هاتيها احشي بيها. ممكن تضيفي اي نوع جبن عندك في التلاجة، هاتيه طلعيه واحشي بيه. ممكن تحشي باي حاجه تانية غير الجبن، ممكن تستبدليه باي حاجه تانية. الحشوه الاختيار لك انت. وبعد بقى العجينه بتاعتي مرتاح، بجيب كده كرة من الكرات وافرد الفطير بتاعك بالشكل ده. وللناس اللي لسه جديده، هنفرد من جوه لبره، من جوه لبره. انا عملت معاكم الفطير كتير قوي، واتكلمت عليه باستفاضه كتير قوي، وعملت فطير للمبتدئين، يعني اكتر من فيديو عاملاه للمبتدئين، وكمان عامله للمحترفين. يعني ادخلوا اتفرجوا على الفيديوهات. ممكن احط لكم لينك الفيديوهات في صندوق الوصف، ان شاء الله احطها لكم علشان تشوفيها كلها. اهو زي ما انتم شايفين، بفرد من جوه لبره، من جوه لبره بالشكل ده، وما تنسيش الاطراف معاكي ترققيها بالشكل ده. وبعد ما هفرد هنورق بالشكل ده. تمسكي طرف العجينه وش دي، ضروري جدا تدخلي لي هوا في العجينه، الهوا ده هو اللي بينجح معاك الفطير. شايفه ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. فردت العجينه كلها، ادتني فطيره جميله بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شايفين؟ كان ممكن تنفرد معايا اكتر من كده، لكن هتروح فين؟ خلاص يا ام منى هتوصل الارض. جبت بقى الماده الدهنيه اللي هي زيت على سمنه، واي نوع سمنه واي نوع زيت، بس ما يكونش الزيت ليه ريحه، تمام كده. هتاكلوا فطير مشلتت وهتاكلي صوابعك وراه. وبطبق على هيئه تربيعه بالشكل ده. طبقت الجوانب يا بنات، وهنزل بالحشوه.
الحشوة دي جبنة بيضة مقطعاها مكعبات. تمام، هنزل بيها كده بالشكل ده. كمان هحط جبنة موزاريلا، وهحط الفلفل الاخضر اللي انا مقطعاه ده، وهنحط القطة اللي احنا مقطعينها بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان الفطير طلع معايا روعه، طلع جميل جدا جدا، الاولاد فرحوا بيه قوي. جربي الحشوه وجربي الطريقه دي من الفطير، وما تنسيش ام منى في دعوه حلوه منك بالله عليك. شايفه ما شاء الله اللهم بارك. حطي لايك بقى لو الفيديو عجبك، ولو كنت داخله القناه جديد يسعدني ويشرفني انضمامك لقناه ام منى. هتدوسي زر اشتراك اللي هو باللون الاحمر، بيكون موجود تحت القناه، هتضغطي عليه هتظهر لك كلمه اسمها الكل، تضغطي برضو عليها علشان كل فيديوهات ام منى تروح لك وتشاهديها. شايفين؟ اللهم بارك. كمان بحط حبة سمنة كده على الجوانب علشان خاطر الفطير بتاعي يطلع مورق وما يطلعش كده ماسك في بعضيه. وهنطبق. عايز اقول لكم ان دي هقسمها هتبقى معايا فطيرتين. تمام كده يا بنات زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور. ما شاء الله اللهم بارك. هنجيب بقى الصينية اللي هنحط فيها الفطير، وهجيب سكينة هقطعها كده، اقسمها بالنص زي ما قلت لكم ان الفطيرة كبيرة. شايفين؟ ما شاء الله. هنعمل بالخضار، وكمان هنعمل بالسكر. السكر تطحنيه، عايزاه سكر بودرة. لو عندك سكر ناعم ماشي، ما عندكيش سكر ناعم يبقى لازم تطحني السكر. تمام كده يا ست الكل. وهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله دي فطيرة، وهتجيب صينية احط الفطيرة التانية. عايزة اقول لكم ان كيلو دي يعني اداني كمية حلوة من الفطير. شايفة؟ لو حابة تفتحي مشروع من الفطير المشلتت هيكسبك وهيكسبك كتير قوي. ابدأي مشروعك واتكلي على الله. انت قاعدة في البيت اعملي مشروع الفطير المشلتت. تمام، هيكسبك كتير. اهو زي ما انتم شايفين فردت واحدة، وهفرت واحدة بالطريقة نفس الطريقة اللي انا عملت بيها. عايزين نتكلم شوية يا جماعة عن الرقاق. كان جالي سؤال من متابعة غالية جدا على قلبي، ام كريم الغالية، بتقولي ان الرقاق بيعضم منها. بصي يا جماعة، الرقاق أهم حاجة في الرقاق نعجن العجينة كويس زي الفطير المشلتت بالظبط. تفضلي تعجني في العجينة. أنا عايزة العجينة تكون ناعمة وتكون عجينة جميلة جدا، ما تكونش جميلة بمعنى إيه يا أم منى؟ عايزة العجينة كده تكون بتضحك. عارفين يعني إيه بتضحك؟ طبعا انتم عارفين الأول أم منى كانت شغالة في الرقاق، وكنت ببيع رقاق يا جماعة، ده شرف كبير ليا طبعا. وكانت المحلات بتشتري مني، وكان كله بيشكر في الرقاق بتاعي، والناس كانت بتاخده ويعني كانت بتحبه قوي. تمام، كانت المحلات بتاخده مني. العجينة يا ست الكل عايزاها عجينة طرية، ما عايزهاش عجينة ناشفة. العجينة لما تكون ناشفة رقاق هيعضم منك، لا، خلي العجينة طرية بس ما تكونش بتلزق. خلاص كده، وتعجنيها كويس قوي، لا يقل عن 10 دقايق وانت بتعجني في العجينة. والله العظيم يا جماعة كنت افضل اعجن في العجينة كده، يعني عشان اخد رقاق رهيف جميل نافخ يفتح النفس يعجب الناس. كنت افضل اعجن ربع ساعة في العجينة لغاية لما العجينة تنعم معايا وتبقى عجينة جميلة جدا. خلاص كده. بعد بقى ما عجننا العجينة وخلينا عجينتنا طرية، ما تكونش عجينة ناشفة قاسية كده، لا، خلي العجينة طرية بس ما تكونش بتلزق. هريح العجينة. بعد ما نريحها هجيب العجينة واقطعها كرات بحجم الفطيرة اللي انا عايزاها، بحجم الرقاقة اللي انت عايزاها. معلش نسيت. تمام كده يا ست الكل. تمام. هقطع بقى كده كل الرقاق بتاعي اللي انا هعمله. الرقاق طبعا بعد ما قطعت العجينة ارتاح معايا، همسك كرة كرة وافردها، وتكون الفرن شغال، يعني انا هفرد قدام الفرن، هتكون مشغلة الفرن هتكون سخنة معاكي. الفطير يدخل على درجة حرارة عالية، يعني انا انشب الفطيرة. الرقاق معلش يا جماعة بنسى، انتم عارفين هنا عندنا بيقولوا على الرقاق فطير، علشان كده انا بقول عليه فطير على طول. هنشف بقى الرقاقة خالص وارقها كده، وتكون الفرن طبعا شغالة جنبية، وادخل الرقاقة على طول. اول ما تدخلي الرقاقة تعرفي ازاي ان الفرن باردة ولا سخنة معاكي. الرقاقة تنفخ معاكي على طول، يعني مفيش دقيقتين الا تكوني مطلعة رقاقة من الفرن. تمام كده. هتاكلي رقاق رهيف وناعم وجميل، وتحطيه كده في البق يدوب معاكي على طول، ومفيش اجمل منه. واي خدمات يا ست الكل.
تمام كده اهو زي ما انتم شايفين. ما شاء الله اللهم بارك. دي كانت اخر فطيرة يا جماعة في الفطير المحشي. انا ما كنتش هعملها بالحشوة دي. انا حطيت كل الحشوة على بعضيها وقلبتها كده بالمعلقة واديتها لاحمد ابني. قلت له خلاص انا مش هعمل فطيره تاني محشي، خدها يا احمد كلها. فاحمد رفض، مرضيش ياخدها، قال لي لا احشيها اعمليها ماما في الفطيره. فبعدين حطيتها في الفطيره كده، عملت فطيره يعني وحطيتهم فيها. تمام كده يا جماعه. انا كنت استكفيت يعني مش عايزه اعمل تاني بالخضار. تمام. كنت عايزه اعمل كل اللي باقيين معايا بالسكر، وكمان هعمل من غير سكر، هعمله كده ساده. ان في اولادي يعني بيحبوا ساده، عايزين ياكلوه بالعسل وبايه وبالجبنه. تمام كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى هنعمل اللي هو ايه بالسكر، بسكر البودره. وهعمل كمان ساده يا جماعه زي ما قلت لكم. حطيت لايك بالله عليك ولا لسه؟ اوعي تنسوا منا في اللايك. انتوا عارفين يا جماعه اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيخليه ينتشر، وبيخلي اليوتيوب ياخده كده ويلف بيه. ربنا يهدي اليوتيوب علينا يا جماعه. اهو زي ما انتم شايفين. العجينه بقى كانت مظبوطه معايا. ليه؟ انا عجنها كويس وكمان ريحت العجينه كويس. انا كنت لما بحط العجينه كده يعني اول ما بحط عليها ايديا بفردها والله كانت بتتفرد لوحديها. اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها. عجينه ناعمه وطريه، وكانت ما شاء الله ماشيه معايا على طول يعني. هرش بقى كده سكر البودره. عايز اقول لكم ان الفطير بالسكر ده طلع يعني تحفه، جميل جدا جدا جدا. جربوها تاكل صوابعك وراه. شايفين؟ هنا بقى مش هقسم الفطيرة، هتبقى فطيرة واحدة. اهو ما شاء الله اللهم بارك. ودي كانت اول فطيرة يا جماعة اعملها بالسكر. شايفين الجمال؟ ولا اروع ولا اجمل من كده. تمام كده يا بنات. طبعا هدهنها من فوق بالسمنة علشان تاخد الوش معايا الجميل. اهو زي ما انتم شايفين. مش شرط يكون عندك سمنة بلدي ولا عندك قشطة علشان تقومي تعملي الفطير. اعملي الفطير بأي نوع سمنة بنفس طريقة أم منة. تمام. وما تنسيش ام منى في دعوه حلوه منك بالله عليكي. خلاص كده كنت خلصت كل كميه الفطير. طبعا منى الله يبارك لها كانت مشغله الفرن كانت سخنه. اخدنا كل كميه الفطير وطلعنا بيها دخلناها الفرن بالشكل ده. طبعا اول ما دخلناها لان الفرن سخنه يا جماعه الفطير نفخ معايا على طول. ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى بوريكم الطيور بتاعتنا. فاكرين البط ده؟ يا دوب كمل شهر عندي. شايفين ما شاء الله حجمه ازاي والكتاكيت كمان كانت كبرت اهي ما شاء الله، بينت الديك من البكريه. اهو زي ما انتم شايفين اللهم بارك. طبعا علشان خاطر انا مهتميه بيه في النظافه وفي الاكل وفي الخلطات اللي انا بعملها له. ان شاء الله هنصور فيديو هنتكلم على الطيور باستفاضه. وهنا بقى كنا خلاص نزلنا من فوق السطح. نزلت بالفطير الجميل بتاعي، ولا اروع ولا اطعم ولا اجمل من كده. يا ما شاء الله كنت فرحانه جدا. اعطاني كيلو دقيق كميه فطير ما شاء الله اللهم بارك. انت لو رحت اشتريتيه يعني هتجيبيه اكتر من التكلفه اللي انت عملتي بيها بكتير. تمام. عملنا في البيت والاولاد اكلوا وفرحوا. اهو زي ما انتم شايفين. عملنا بالخضار الجبن. طبعا حطينا جبن. الجبن دي كالسيوم. حطينا خضار يعني الفطيرة تاكليها كده مغذية 100%. ممكن تعمليها لأولادك ياخدوها معاهم في اللانش بوكس. هتغذي طفلك وهتقوي الذاكرة بتاعته. تمام. ممكن تعملي الفطير اللي بالسكر ده برضو هياخدوه معاهم في اللانش بوكس، هيفرحوا بيه جدا وهيعجبهم قوي. اهو زي ما انتم شايفين. وما شاء الله عملت كمية حلوة قوي من الفطير المحشي. اهو زي ما انتم شايفين. عملنا فطير محشي وعملنا فطير بسكر وفطير بجبن وعملنا كمان فطير ساده. شايفين؟ ولا اروع ولا اجمل من كده. هنفتح بقى واحده واوريكم الفطير الجميل. ولا اروع ولا اجمل من كده والله يا جماعه. والله جميل جدا جدا جدا. جربيه بس انتي بنفس الطريقه دي. اهو عايزه اقولك ان انا لسه منزلاه من الفرن حالا. كل الفطير ما هيقعد معاكي كله ما هيطرى. اهو زي ما انتم شايفين. بس ايه، اول ما تطلعي الفطير من الفرن عايزاكي تغطي عليه علشان يرجع يطرى معاكي. ان اي مخبوزات بتكون في الفرن ونيجي نخرجها من الفرن بتكون ايه، بتكون ناشفه. تصبري عليها تبرد وتهدى وبعدين بتطرى معاكي. غطي الفطير وهتاكلي فطير طري جميل مورق. شايفه الطبقات؟ شايفين؟ اللهم بارك. طعام يا جماعه جميل جميل جدا جدا. هنا احمد كان في فطيره مسكتها في الاول لو انت اخدت بالكم، وجيت اقطعها قال لي اوعى تقطعي الفطيره دي بتاعتي انا اللي هاخدها. بعد ما كنت هقطعها سبتها تاني.
طبعا ما ينفعش ازعل احمد، ده اخر العنقود وغالي عليا، ربنا يخليهولي يا رب. شايفين يا جماعه الفطير نافخ لغايه ما طلعته من الفرن وهو لسه نافخ، ما شاء الله. شايفه الطبقات، شايفه مورق ازاي وجميل ازاي، علشان العجينه معجونه كويس ومرتاحه كمان كويس. شايفه مش شرط السمنه ولا القشطه ولا الزبده اللي تخليلك الفطير مورق، لا، اهم حاجه نوع الدقيق، وتريحي العجينه وتعجنيها كويس، هتاكلي صوابعك ورا الفطير. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اترككم في حفظ الله وامن ورعايته، انتظرونا فيديوهات تانية، مع الف سلامه يا غالي.